اكبر اهانه تكتيكيه تعرضت لها هولندا في مباراه المغرب ايه؟ مش انها خرجت من كاس العالم ولا انها خسرت بركلات الترجيح. اكبر اهانه ان هولندا دخلت المباراه دي وهي خايفه من المغرب. احنا بنتكلم عن منتخب بنى تاريخه على الكره الهجوميه والاستحواذ والضغط العالي، لكن قدام المغرب كومان غير كل ده. يعني نزل ب5 مدافعين. ليه؟ لانه قال بعد المباراه بشكل واضح لو سبت مساحات للمغرب هتعاقب. يعني تخيل منتخب بحجم هولندا بدل ما يدخل يفرض شخصيته دخل وهو اول همه ازاي يوقف المغرب، وده في حد ذاته انتصار تكتيكي للمغرب قبل ما المباراه حتى تبدا. والاجمل من كده ان المغرب اثبت ان خوف هولندا كان في محله. المغرب كان الافضل في الاستحواذ والاكثر صناعه للفرص والاعلى في الاكسبكتد جولز، يعني حتى بالارقام المغرب هو اللي كان ماسك المباراه مستحوذ يعني. لكن اكتر حاجه عجبتني بصراحه هي اللي حصل في وسط الملعب. المغرب الحقيقه خنق ديونج، واي حد بيتابع هولندا عارف ان ديونج ده عقل الفريق، هو اللي بيطلع بالكوره، هو اللي بيربط الدفاع بالهجوم. ولما المغرب قفل عليه المساحات هولندا خلاص يعني فقدت اهم سلاح عندها. ده خلى لعبهم بقى بطيء ومتوقع، وعلى الاطراف طبعا اشرف حكيمي ومزراوي كسبوا المعركه. بدل ما اظهره هولندا يعني هي اللي تطلع وتهاجم، بقى هم اللي بيرجعوا يدافعوا معظم الوقت. يعني المغرب قلب المعادله تماما بدل ما يخاف من هولندا. وعلى فكره في حاجه مهمه جدا، ان المنتخب ده قبلها بايام دخل التاريخ. المغرب يعني قدام اسكتلندا المغرب اكمل 601 تمريره صحيحه. ده على فكره اعلى رقم يحققه اي منتخب افريقي في مباراه بكاس العالم من سنه 66. يعني عقبالك يا اللي في بالي.